تخيل تصحى من النوم تلاقي الناس كلها بتقول إن الحضارة بتاعتك مش حضارتك، وإن تاريخك أصلا مش تاريخك، وإن الفراعنة أصلهم مش مصريين. تخيل إن في حركة كاملة واقفة وراك بتعيد رسم الماضي خطوة بخطوة، وبتطالب بحق مش ليها. والأغرب لما تشوف اللي بيعملوه هتسأل نفسك سؤال: هو مش ده نفس اللي حصل مع فلسطين؟ نفس القصة بس الأسماء مختلفة؟ قبل ما تقول إن ده جنون استنى، لأن اللي أنت هتسمعه النهاردة أخطر بكتير مما تتخيل. لكن قبل ما نبدأ خليني أقدم لك أول صدمة. ستوب، اعمل لايك وسبسكرايب، انزل يلا عشان تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية وتشوف ايه موضوع الافروسنتر ده. يلا نكمل. كان في مؤتمر هيتعمل في أسوان، لو كانت نفذ المؤتمر ده تاني يوم مصر كانت هتصحى على مفاجأة تهز بيها العالم. الحركة اللي احنا بنتكلم عليها هي الافروسنتريك. الافروسنتريك بدأت كفكرة بسيطة، شوية ناس عايزين يرجعوا القيمة لأفريقيا ويفتخروا بتاريخهم، لكن مع مرور الوقت اتحولت الحركة اللطيفة والبسيطة دي إلى مشروع ضخم كل هدفه بيحاول يثبت إن الحضارة المصرية القديمة هي كلها حضارة سود، وإن المصريين الحقيقيين إحنا مجرد غزاة جم احتلوا المنطقة وملهمش دعوة بالماضي. تعالى بقى أقولك على مين اللي أسس المنظمة دي. اللي أسسوا الفكرة دي ناس تقيلة في التاريخ وكمان مؤثرين: شيخ أنتا ديو ومولفي أسانتي وجون هنريك كراريك وإيفا سيرتيما. يا رب أكون نطقتهم صح. ناس ليهم تأثير في أمريكا وفي أفريقيا وفي الجامعات الغربية. ومع السوشيال ميديا الحركة خرجت من الكتب وبقت موجة بتحاول تكتب التاريخ. ومع ذلك الموضوع أخطر من مجرد كلام. بس قبل ما نخش بقى في الخطر الحقيقي، تعال أقول لك أنا على تريكة كده. انت عارف بقى ان الافروسنتريك بيقولوا ان العلماء المصريين بيكسروا مراخير التماثيل عشان يخفوا الهوية الافريقية فيها؟ ولسه دي مجرد البداية. الافروسنتريك بيستخدموا 4 ادعاءات رئيسية عشان يدعموا الفكرة دي. بيقولوا ان مملكة كوش هي اصل مصر، وان الفراعنة الكبار زي رمسيس، توت عنخ امون، نفرتيتي كان اصلهم سود، وان المصريين الحقيقيين اللي هو انا وانت مش اصليين. وبص اللي جايه دي بقى، بيقول لك ان علماء الاثار بيزوروا التاريخ ويفتحوا المتحف بالليل ويغيروا في الوان التماثيل والنقوش والرسومات. عبيط انا ابو زول. مش بس كده، ده في ناس من الافروسنتريك كمان بيرفعوا قضيه ويطالبوا بان الاثار المصريه هي حق لينا. الاثار المصريه هي حق لينا، انت فاهم؟ اللي جاي بقى معلم اخطر من كده بكتير. الموضوع اتنقل من الجدل العلمي للسياسي للاعلامي للشوارع. Against the role of African people in the history of the world. If we began history, began mankind, how is it that the last branch of the human race to enter that arena, marked civilization, now they thought civilization? تخيل ان حفلة كيفن هارد اللي كانت هتحصل في القاهرة اتلغت بسبب كلمة قالها: مصر ملك الأفارقة السود. بين قوسين كيفن هارت مش أنا. Today I'm discussing Kevin Hart and the blackness of the ancient Egyptians. وتخيل بقى ان البرلمان المصري نفسه اوقف بعثة هولندية بسبب معرض صور توت عنخ امون بالملامح الافريقية. والهاشتاجات بقى اشتغلت واشتعلت كيف ضد الافروسنتريك، والمصريين اتهاجموا اونلاين: انتم عرب مغتصبون، انتم سرقتوها منا. طب اسمع بقى التركة اللي جاية دي. خلينا نحكي عن شوية لحظات قلبت الدنيا. اولا مسلسل كليوباترا من نتفليكس اللي اختار شخصية سوداء للدور، وكليوباترا ما كانتش سوداء. القضية وصلت للمحاكم وفي ناس كتير اتهمت المسلسل ده
انه معمول عشان يزور التاريخ. وبعدين بقى المؤتمر اللي انا كلمتك عنه في الاول اللي كان لو حصل في اسوان، مؤتمر العودة الى المصدر. المؤتمر ده كان المفروض بقى انه يعني للعالم كله ان مصر هي ارض افريقية سوداء. لكن الحمد لله ان المؤتمر ده اتلغى، لان رد الفعل بتاع الشعب كان اقوى بكتير مما توقعوه. وبين كل ده بدأت تظهر توترات في الشارع المصري ما بين المصريين وما بين الافارقة اللاجئين. ناس بتقول انتوا جايين تاخدوا بلدنا، والهوية بقت على المحك. وهنا بقى نقدر نوصل الخيوط ببعض، لان اللي بيحصل ده مش جديد، ده شبه اللي حصل من 100 سنة في مكان تاني اسمه فلسطين. الصهيونية بدأت بنفس الطريقة تقريبا. أول خطوة للصهيونية كانت إعادة كتابة التاريخ، بعدها إحنا أصحاب الأرض، وبعدين دعم إعلامي وتمويل عالمي ومؤتمرات وسردية بتكبر لحد ما بقى في كيان على أرض الواقع حاليا. الأفروسنتريك بقى بتعمل نفس الخطوات دي، بتعيد كتابة التاريخ، بتاخد دعم من جامعات ومنصات كبيرة، بتعمل مؤتمرات في أفريقيا وأوروبا، بتطالب بحق تاريخي في مصر، وبعضهم بيرفع قضية ويطالب بملكية الآثار. الفرق الوحيد ما بين الأفروسنتريك والصهيونية إن الصهيونية كانت بتركز على الأرض، الأفروسنتريك بتركز على التاريخ. لكن في الحالتين الهدف واحد، خلق شرعية جديدة من الماضي علشان تغير الحاضر وتبني مستقبل مختلف. ودلوقتي بعد كل اللي انت عرفته ده، السؤال اللي لازم يفضل مفتوح، هل الافروسنتريك مجرد حركة ثقافية ولا مشروع ضخم بيعيد نفس اللي حصل في فلسطين؟ هل الغرب بيدعمهم صدفة ولا بيمهد الطريق لحاجة اكبر؟ ولو في يوم من الايام العالم قال للمصريين الحضارة مش بتاعتكم، يا ترى ايه هيكون رد الفعل؟ Ben Gurion condemns the massacre, but Deir Yassin becomes a symbol and an example. As the offensive gathers pace, the inhabitants of the Arab towns and villages take to the roads. The Palestinians resist, but as defeat becomes apparent, they flee in fear of sharing the fate of the residents of Deir Yassin. They flee even further in ever greater numbers. A veritable exodus of which only these few traces remain. A dozen photographs in all and a few meters of film stock. At the port of Jaffa, where Nathan Axelrod a few decades earlier filmed a magician, the Palestinian. وبهنا نكون خلصنا الحلقة. أشوفكم في حلقة جديدة من قناة أخلاق شباب. اعمل لايك وسبسكرايب سلام.